يا جدعان الشياكة والحلاوة دي يا جدعان. يا شباب، عاملين ايه؟ فيديو جديد، فلوج جديد، بس من غير كلام كتير. النهارده يوم بول، فيلا بينا على الجيم من غير كلام كتير. ممكن وانا ماشي ارد على كام سؤال كده ليه علاقه بالجيم، فمن غير كلام كتير ويلا بينا. بس قبل ما ننزل هناخد بقى سكوب الكرياتين. انا نسيت اجيب الميه ثواني. يا جدعان اللي ما يعرفش، انا بعشق البس تيشيرتات سودا او اي لبس اسود عموما. بحب الاوتفيت اللي هو اول بلاك ده، كله اسود. يلا بينا على الجيم. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب يا جدعان، متنسوش ها. يلا بينا. يا جدعان الشياكة والحلاوة دي يا جدعان. ايه الشياكة والحلاوة دي؟ والله العظيم مفيش أجمد من الطقم الأسود في أسود. يلا بينا. بري ورك اوت بقى ولا مش عارف ايه، هم يا باشا السبع بلحات ونروح ندغدغ الجيم. يلا بينا. وانا في الطريق بقرأ أذكار المساء، وبيكون المغرب أذن خلاص، فلما بوصل هناك بصلي قبل ما أبدأ تمرين. بما إن المغرب أذن هخش أصلي المغرب في الجامع، بعد كده نطلع على الجيم. كده خلاص صلينا وقرأنا أذكار المساء وقرأنا قرآن وخدنا الكرياتين ومتجهين إلى الجيم ناخد أجمل تمرين بول. بس ممكن بقى في الطريق اللي أنا بمشيه ده، أنا بتمشى حوالي 5 دقايق كده وبوصل، ممكن أرد على كام سؤال كده ليه علاقة بالجيم وكده. بس معلش بقى لو الإضاءة مش أحسن حاجة، عشان أنا يعتبر ماشي في صحراء يعني، فهو مفيش نور قوي. نيجي بقى الكام سؤال كده اللي انا ممكن اجاوب عليهم. اول سؤال واتسأل لي كتير قوي، انا بتمرن بنظام ايه؟ بص، حاليا انا بتمرن بنظام البوش بول ليج، علشان انا مش متاح ليا غير 3 ايام بس جيم، لان ال3 ايام الباقيين بوكس واخد يوم راحة. فالنظام الوحيد اللي ممكن يمشي معايا وانا بستريح له بصراحة، يعني ما بحبش الابر لور ولا الفول بودي، فبقيت اتمرن بوش بول ليج 3 ايام في الاسبوع وبس. يعني ده انسب حاجة ليا دلوقتي. تاني سؤال اتسأل لي كتير برضو، انا بتمرن بقالي كام سنة. هما لو حسبناهم امتى دخلت الجيم او امتى بدأت اتمرن في الجيم، فهو اعتقد بقالي 1.5 سنة. بس كام سنة بقى او كام شهر اتمرنتهم حقيقي وكنت منتظم، ما كملتش اعتقد سنة يعني، لان انا رحت الجيم وقطعت كتير، يعني بقعد واريح ايه قصدي، بتمرن واريح فلو هنحسب الشهور اللي انا اتمرنتها بجد تبقى 6 شهور او 7 شهور ولا حاجة. بتمرن بقى كم مجموعة للعضلة او كم مجموعة للتمرين الواحد. انا عن نفسي بلعب مجموعتين لكل تمرين، يعني مش بزود اكتر من كده. انا شايف بصراحة ان مجموعتين كفاية قوي. وايه التمارين بقى اللي انا بلعبها هتشوفوها النهارده يوم البول،
ممكن ابقى انزل لكم تمرينة البوش بتاعتي والليج برضه. كان في ناس يعني بتسألني اتمرن ازاي في البيت وكده. يا جدعان اللي ما يعرفش، انا قبل ما انزل جيم اصلا كنت عامل فورمة في البيت نوعا ما كويسة جدا، وبعد كده نزلت جيم. بس انا حاليا مش بتمرن في البيت، وانا لما بحب ادي نصيحة بحب اديها عملية. يعني انا لو رجعت اتمرن في البيت ماشي هقول لكم ازاي بتمرن وكده، بس لو عايزين فيديو اطلع اقول نصايح بس، اللي هو اقول نصايح بس ازاي تتمرن في البيت وكده، اكتبوا لي في الكومنتات. بس انا مش بتمرن في البيت الفترة دي. بس يعني لو عندكم اي اسئلة تانية اصلا ليها علاقة بمواضيع تانية غير الجيم اكتبوها لي برضه في الكومنتات عادي. انا خلاص هو قربت على الجيم، هننزل ناخد اجمل تمرين بول ونروح. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آية بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه
ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. يا جدعان لسه خارج من الجيم بعد تمرين دمار، بس انا ما كنتش عارف اتكلم جوه الجيم علشان كان زحمه وكده. نروح ناكل بقى عشان مش قادر. جعان بجد، يعني انا كنت جعان بطريقه اكتر وقت
يخليك بجد تحس بطعم الاكل وقت ما انت تكون جعان قوي. لو اي حاجه قدامك بجد هتحس ان هي طعمها تحفه. النهارده كانت تمرينه لذيذه قوي وكل حاجه كانت ماشيه تمام الحمد لله يعني، ومودي برضو كان كويس. وهخلص اكل دلوقتي وبعدين هخش استحمى واطلع اصلي العشاء عشان ما صليتش، ونشوف بقى هنعمل حاجه تاني ولا هنقعد نتفرج على ريلز. يا جدعان بجد بقى يعني بقالي يومين كده ولا حاجه بالليل كل يوم قبل ما انام اللي هو خلاص بقى يعني خلاص خلصت كل حاجه وقاعد على السرير وغسلت سناني وكل حاجه، رن على واحد صاحبي بنقعد حوالي ساعه او ساعتين ما بنعملش حاجه ان احنا بنتفرج على ريلز وبنضحك بس. اقسم بالله يعني بخلص اليوم عشان استنى الساعتين دول ولا حاجه بعد كده بنام. الكلام اللي انا بقوله ده لما بيكون نومي بايظ، وانا اصلا بقالي كام يوم برضو يومي بايظ. فبصراحه لما يومي بيبقى بايظ اكتر حاجه بتبقى في اليوم كويسه او حلوه بتديني كده اللي هو ببقى فرحان قوي اللي هو الساعتين بتوع بالليل دول بجد يا جدعان. والله يخرب بيت الضحك بجد، احنا ما بنعملش حاجه ان احنا بنضحك. ما علينا، انا هخلص اكل كده واستحمى ونشوف هنعمل ايه. ويا جدعان لو انتوا لسه ما عملتوش لايك للفيديو ده مش عامل لي سبسكرايب بجد انت فايتك كتير قوي قوي قوي، لان انا الفتره دي بجهز لمحتوى جديد هينزل لكم الفتره الجايه، بس بعمل لكم حاجه محترمه يعني قاعد شغال عليها فتره. لو ما عملتليش سبسكرايب دلوقتي فانت بجد فايتك كتير. فبس انا هخلص اكل كده ونشوف هنعمل ايه. يلا سلام. وبس ده كان فيديو النهارده، متنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو الفيديو عجبك، ولو عندك اي سؤال اكتبولي في الكومنتات. وبس سلام.